خمسة علينا من العيد، خمسة من الحاسدين. النهارده الحمد لله ربنا كرمنا وفزنا بالثلاث نقط، فوز مهم جدا جاي في توقيت اهم، ان احنا بنزق نفسنا زقه كمان في الدوري كمنافسين على الدوري. لو ما خدناش الدوري لا قدر الله يبقى منافسين على دوري ابطال افريقيا. كل ماتش مهم جدا، كل ماتش بالنسبه لنا كاس، كل ماتش بالنسبه لنا دفعه للدوري او كان مركز تاني لدوري ابطال افريقيا. مبروك الثلاث نقط. تعالوا بقى نتكلم على الشوط الاول. والشوط الاول بالنسبه لي عباره عن عشوائيه دفاعيه بين الزمالك وقرابه اسماعيليه، بس بالذات كانت من قرابه اسماعيليه. قرابه اسماعيليه النهارده نزلنا عليها ضاغطين من اول دقيقه، وفرصه ورا فرصه ورا فرصه ورا فرصه. احمد شريف يضيع، ناصر منسي يضيع، عدي الدباغ يضيع، لحد ما ربنا كرمنا باحمد شريف وربنا كرمه وانصفه وجاب جون في الدقيقه 38. بعديها يرد عليه عدي الدباغ بكوره كده حط رجله فيها، برضه ربنا كرمه فيها وجبنا الجون التاني. يترد علينا بجون مالوش اي 30 لازمه بين غلطه مشتركه بين سيد اسامه ومحمد ابراهيم وتدخل جون وياخد الشوط الاولاني 2-1. واول ما ياخد الشوط الاولاني بالنسبه لي في حاجه بالنسبه لي غريبه جدا ما عملهاش. يعني كابتن معتمد جمال شايف ان محمد اسماعيل مش انيستا، مش تشافي، مش بدري في نص الملعب. طب يا كابتن معتمد ما ترجع محمد اسماعيل جنب احمد الونش اللي هو اصلا لايس مع سيد اسامه وعمال يشيل وتعب الراجل، ما ترجعه جنب الونش. ايه المشكله يعني؟ معلش يعني ما هو مش بيعمل الدور في نص ملعب يعني اتشافي في نص الملعب، يعني ما ترجعه جنب الونش. مش فاهم. قعد لحد الشوط ما خلص ودخل فينا الجون وهو سايبه في نص الملعب. الشوط الاول يخلص وتيجي الشوط الثاني بقى برضه نفس الموضوع. كابتن معتمد مصر ان محمد اسماعيل في نص الملعب وسيد اسامه والونش في الدفاع، ما عندش اي مشكله. ربنا كرمنا باحمد شريف جاب الثالث وارتحنا شويه، بس ما نرتاحش اقسم بالله، لازم يعني يتنكد علينا. ومين بقى؟ عمر السعيد. اي حد بيسيبنا لازم يعني بص حاجه من عادات وتقاليد كده، لازم يدخل فينا جول، لازم. وكانت غلطه من مين؟ محمد اسماعيل. محمد اسماعيل المفروض كان مراقبه، محمد اسماعيل سابه، عمر السعيد دخل جاب جول في محمد صبحي. تمام كده 3-2. المفروض بقى نعمل ايه؟ المفروض نرجع بقى محمد اسماعيل ورا جنب مين؟ جنب الونش. لا برضه كابتن معتمد مصر ان محمد اسماعيل انيستا في نص الملعب، لازم يسيبه في نص الملعب وما يلعبوش جنب الونش. الحمد لله ربنا كرمنا. ما هو مشكله ما هو مشكله لولا الدفاع اللي قدامك ملط من الاخر، ما كناش الماتش دوت. لو كان في فرقه تانية بتلعبنا كنا هنشيل من الاخر. لو في فرق غير قرابه اسماعيليه كانت بتلعبنا في ظل الاداء الدفاعي السيء دوت كنا هنشيل. وهنا الاداء الدفاعي مش بقصد احمد خضري ومحمد ابراهيم ولا الونش، لا. ما هو لو واحد في قلب دفاعك مش مركز، وبالذات في قلب الدفاع، الدنيا هتخرب من الاخر. وسيد اسامه لسه شاب لسه بياخد خبرات فما كانش مركز، فطبيعي عادي. فعشان هنا بقى دور المدير الفني ان هو يشوف على طول الدنيا ويغير على طول. لكن انك تسيبه، انت كده بتظلمه وبتظلمنا معاه، فدي مشكله كبيره. واخيرا كابتن معتمد جمال يغير محمد اسماعيل بشحاته واحمد شريف بعبد الله السعيد. وهنا انا مش بتكلم عن محمد اسماعيل ان هو وحش، لا ده خطر الف خير ان هو بيعمل الاداء دوت وهو لو هو اصلا مش في مركزه. وبرضه بستغرب ان كابتن معتمد جمال ما غيرش سيد اسامه، دي حاجه بالنسبه لي غريبه. بس تمام اوكي، ما عنديش اي مشكله، ده فكر مدرب هو حر فيه. والحمد لله ربنا يكرمنا بجون عدي الدباغ وناصر منسي ويخلص الشوط الثاني 5-2. نتكلم بقى على اللعيبه، وهنا اول واحد هنتكلم عليه الونش قلت المره اللي فاتت ان هو بيسترجع الونش بتاع زمان، بيحاول يرجع نفسه من تاني وعاوز يضمن نفسه كاسم من اسماء كاس العالم الجايه مع كابتن حسام حسن. النهارده عملت ماتش كبير قوي ونش في ظل الاداء السيء بتاع السيد اسامه. النهارده راجل يا ابني. احمد خضر ومحمد ابراهيم يا ابني، انتوا الاثنين كل ماتش بتزيدوا، كل ماتش بتتطوروا، كل ماتش احسن عن الماتش اللي قبليه. احنا بنكسب باك رايت وباك ليفت، ما شاء الله عليكم يا ابني. انتوا مع الوقت هتبقوا نجوم جامدين جدا. استمروا يا ابني وطوروا من نفسكم، انتوا جامدين جدا. يوسف وائل مشروع نجم، اقسم بالله مشروع نجم. بجد انا عاجبني قوي الناشئين اللي طالعين من الزمالك، بجد انا فرحان بيهم جدا. وفي وجود اللعيبه الكبار اللي احنا اصلا يعني حاليا يعني للاسف ما عندناش لعيبه كبار، يعني للاسف هو كام واحد بالظبط يتعدوا يعني يقدروا يشيلوا اللعيبه دي معاهم. فكتر يعني كتر خير الدنيا ان اللعيبه دي بتعمل اداء ده، اقسم بالله. والنهارده ظهور اول ليوسف وائل واللمس طلع من رجله
جميله، ده في حاجه حلوه، استمر يا يوسف. في لاعب تحب الكره تجيله، هو ده اقسم بالله بجد. ادم كايد بيقدم بقاله كده كام ماتش. انيستا في نفسه يعني رايق، مزاجه رايق وفايق، والدنيا معاه ايه حلويات اقسم بالله. وهو كان محتاج بس ثقه ومدرب يديه الحته دي. وهو ما شاء الله في ظل غياب ناصر ماهر، يعني احنا قلنا ناصر ماهر خلاص مشي، وهو ده بيعوضنا اقسم بالله، وهو واجبك كمان. اتمنى انك تستمر يا ابني وتطور نفسك، وان شاء الله تبقى في حته تانية قوي جامد جدا يا ابني اقسم بالله. محمد صبحي بقولها وبكررها تاني، ما ينفعش يكون الحارس الاساسي بتاعي، ما ينفعش يكون حارس مرمى الزمالك الرئيسي بتاعي، ما ينفعش اقسم بالله. انا يا اخي بترعب منه اقسم بالله، 90 دقيقه وانا مرعوب منه. اي كره بتروح له، اي كره بتروح عليه انا خايف منه. كفايه الجول بتاع النهارده، لا وفي كره كمان طلع لي فيها انا مش فاهم بيطلع عليه اقسم بالله، اقسم انا ما فاهم بيطلع عليه. يعني الكوره في مدافع بتاع الزمالك بيجري معاه ولسه ما جاش عند الجون، لسه في فدان لحد ما يجي لك، بيطلع ليه؟ بتسهل له الفرصه ليه؟ لو ستر ربنا كانت هتيجي جول. فانا مش فاهمه اقسم بالله، انا فاهمه بس بقولها وبكررها، ما ينفعش يكون الحارس الاساسي بتاعي، ما ينفعش. واخيرا يا كابتن معتمد، لحد امتى هتفضل مستوى محمد عواد؟ محمد عواد ما اجرمش ان هو عاوز يلعب، محمد عواد شايف نفسه ان هو احق ان هو يكون حارس مرمى الزمالك الاساسي. محمد عواد انقذك في ماتش المصري الاولاني. فانت لو جيت خيرتني بين محمد عواد ومحمد صبحي هختار محمد عواد. مش معنى كده محمد عواد يعني عصام الحضري ولا عبد واحد السيد ولا لا. محمد عواد له اخطائه برضه، بس معلش لو جيت حطيت الاثنين في كفه، محمد صبحي ومحمد عواد، هختار محمد عواد. فمعلش انت دلوقتي بتصدمه معاك. عشان ربنا يكرمك يا كابتن معتمد، اتمنى انك ترجعه الفتره الجايه ويلعب. عموما مبروك ال3 نقط، فوز مهم. عقبال الماتش الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.